مشاكل البشرة كثيرة، حب الشباب، ندبات حب الشباب، الهالات السوداء، توسع المسام، البشرة الدهنية وتشققات جلد، كلها مشاكل بتعاني منها الصبايا والشباب بنفس الوقت. تقنية الالتراسيل علاج فعال وسريع لمعظم المشاكل السابقة، وهي عبارة عن جهاز ميكرو نيدل راديو فريكونسي، بتحتاج المريضة 4 جلسات وسطيا، الفاصل بين جلسة والثانية شهر تقريبا. أثناء الجلسة راح تحس المريضة بحس وخز وبرودة بسيطة في المكان اللي مشتغل فيه، راح يحمر الوش بعده لمدة يومين 3 أيام، وحتبلش تشوف النتيجة بعد 2 شهرين تقريبا. التقنية بتعالج معظم طبقات الجلد، الهدف من أنه تعمل تحفيز للكولاجين، تشد البشرة وبنفس الوقت تعطي نضارة في كامل الوجه. أنا برأيي الالتراسيل علاج فعال ومناسب لمعظم حالات البشرة ومشاكلها. الفيلر في معظمه عبارة عن مادة اسمها هيالورونيك أسيد، والمفترض أن الهيالورونيك أسيد هي مادة سليمة تماما. بنحقنها في عدة أماكن في الوجه، الهدف أنه نبين ملامح الوجه، نبين ناحية جمالية في الوجه حسب الحالة. اليوم حنحكي بشكل تحديد عن حقن الشفايف وتغيير الشفايف. ما في اثنين بيختلفوا أنه الشفايف هي عنصر جمالي وجاذبية في وجه المرأة. الجينيروس ليبس أو الشفايف المكتنزة شكل لائق جماليا ومقبول عند الجميع، لكن في كل الحالات لما عم نحكي عن حقن الشفايف مش المقصود إطلاقا تكبير شفايف، ومش المقصود زيادة حجم الشفايف. بتختلف حسب الحالة. أحيانا الهدف من حقن الشفايف أنه نعمل كونتورينج فقط، أحيانا نعمل كونتورينج أو تحديد مع ضم الشفايف، أحيانا نعمل نوع من قلب الشفايف. الهدف عموما أن نعمل هارموني أو تناسق بين شكل الشفايف وملامح الوجه عموما. فيلر الشفايف نتوقع أنه يستمر بين 4 ل 6 أشهر تقريبا، بيختلف طبعا من حالة للثانية. في حالات بيقعد حوالي سنة تقريبا، في حالات بيستمر فقط 4 أشهر وبعدين بيزول. بكل الحالات لما يزول الفيلر نهائيا نتوقع أنه يرجع شكل الشفايف للشكل الأصلي قبل الحقن تماما، نقطة الصفر قبل الحقن، دون أنه يصير فيه أي ترهل أو أي تغيير في الشكل. بعد الحقن مباشرة حنشوف النتيجة، لكن النتيجة اللي حنشوفها بيكون فيها تورم بما يقارب 30 ل 40%. التورم بيزول بعد حوالي تقريبا 3 أيام لأسبوعين، وبالتالي النتيجة النهائية اللي حتشوفها المريضة لازم تستنى تقريبا حوالي أسبوعين حتى تشوف النتيجة النهائية للحقن. في كثير من الصبايا بيجوا معهم صورة لفنانين أو مشاهير وبيحبوا إنه يكون شكل شفايفهم نفس شكل الشفايف الفنانين أو المشاهير. بالعموم هذا غير قابل للتطبيق في كثير من الحالات، لأنه الشكل النهائي للشفايف بيحدده مثل ما حكينا عدة عوامل، بيحددوا شكل الشفايف صحيح، بيحددوا الترند العام والشكل الفاشن أو كيف الناس شايفة الشفايف، بس لكن بقيد كثير شكل الوجه، ملامح الوجه، حجم ملامح الوجه، حجم العيون، حجم الشفايف، والأهم شكل الشفايف قبل الحقن. يشد الجلد بدون أي جراحة وبجلسة واحدة بس. حنشوف جلسة واحدة بس ولا بكذا جلسة؟ راح نتحدث عنها أكثر مع الدكتور فادي نصر، اختصاصي جراحة جلدية تجميلية. يسعد صباحك دكتور. صباح الورد. هلا وسهلا بيك. إذا لما نتكلم عن تقنية الهايفو دكتور ومن غير جراحة، ناس كثير بيخافوا من موضوع الجراحة وبيحاولوا هم يشوفوا البديل ليها، لا ألم ولا تخدير، فخبرنا أكثر عن هذه التقنية. بداية نعرف شو هو الهايفو. الهايفو هي الاختصار لشيء اسمه هاي انتنسيتي فوكست التراساوند. هو عبارة عن جهاز بيعمل أمواج فوق صوتية عالية التركيز وبتستهدف نقطة معينة بعد الجلد. اوكي، الامتياز الكبير للتكنولوجي هاي انه احنا كل فيما سبق كنا نحن بنروح لمنطقة ما تتجاوز 3.5 ملم في الجلد. اوكي، في الوقت الحالي مع الهايفو تكنولوجي بنروح لحد 4.5 ملم. شو معناته؟ معناته احنا تجاوزنا طبقة الجلد لنوصل للطبقة اللي نسميها سماس في العضلات. معناتها الامباكت حيكون على العضلات مش على الجلد فقط، حيوصل للجلد، الطبقة السطحية، الطبقة المتوسطة، الطبقة العميقة من الجلد. هي بعض الصور قبل وبعد جلسة واحدة. طبعا هي بس لأعطيك فكرة، المرضى اللي اخترناهم كلهم
اعمارهم بال50 سنه، نساء في ال50 سنه. بعد جلسه واحده حواليك جلد يمكن في صوره بعدها هي مور امبرسيف اكثر واحده، كانت اول صوره دكتور أول صورة كثير بارزه اللي هي هذه سيده في 50 سنه من العمر تماما، جلسه واحده. الامتياز الكبير هو انه بيشتغل على مستوى العضلات. هاي برضه السيده في 45 من العمر قبل وبعد، بيشتغل على مستوى العضلات في الوجه كله، مستوى البلاتيزما العضله اللي هي في الرقبه، بشد بيعمل نوع كانك عم تعملي تدبيس للجلد على العضلات، فبيعمل شيء اسمه ليفتنج اب ليفتنج للمنطقه كلها. شد للمنطقه شد كامل. للمنطقه كلها. الامباكت هو النتيجه الحقيقه. انا شفت نتائج واقعيه جدا على المرضى اللي احنا شفناهم. الحقيقه لما نقاربه جدا في شد الوجه الجراحي. لما نعمل نشوف مقارنه لمريضه عملت شد وجه جراحي ولمريضه عملت هايفو، الشيء المدهش حقيقه انه تقريبا النتائج اذا مش قلنا نفسها افضل بالهايفو تكنولوجي. ممتاز. وجلسه واحده بتاخروا حتى الجراحه التجميليه اذا كانت تحتاج. اذا كانت تحتاج. وانا برايي مثل ما تفضلتي معظم الناس معظم التكنولوجيا عم تشتغل حاليا انه فقط نبعد عن الجراحات. بالضبط. اي تكنولوجيا تحاول تخفف، خلينا نخفف من الجراحه، نلجا لامور للتكنولوجيا. الالترا ساوند هي نفس الالترا ساوند اللي كانوا يستخدموها اللي بيستخدموها في الطب للاشعه، لكن شو عملوا فيها؟ عملوا فقط نوع من الفوكسينج، عملوها بشكل بيضاوي، تروح تعمل هيتنج بوينت او تستهدف انك تعمل نقاط حراريه محفزه على العضله بحد ذاتها. فشو العضله بتعمل شرينكش، بتعمل كولاجين تحفيز للكولاجين، فبيعمل ليفتنج افكت في المنطقه. ممكن استخدامها في الوجه بشكل اساسي، الناس اللي عندهم ساجنج فيس، اللي عندهم المنطقه مترهله، اللي عندهم ترهل في الخدود. فيس اللي كانه حزين، هو مش حزين بس شكله يعطي الماريونيت اللي مسميه او الوجه الحزين، كله بتعمل تدبيس العضلات بشكل للاعلى، بتعمل ابليفتنج في منطقه الوجه. ممكن استخدامها في اي منطقه ثانيه بس الوجه. دكتور، يمكن الجديد في هذه التقنيه هو موضوع انه يوم واحد. كم ساعه تقريبا نقصد؟ 20 دقيقه. يا سلام. فقط بدون اي اثر. يعني الشيء الوحيد اللي حتشوفه فقط عباره عن احمرار بسيط بيستمر لمده ساعه او ساعتين فقط. بتحمل حالة مريضة بعد الإجراء مباشرة، بتروح على شغلها، بتروح على بيتها، ما في تماما ما في أي بريكوشن، ما في أي تحذيرات بعد الإجراء، بإمكانك تعيش حياة طبيعية 100%. ما في داعي واقي شمس، ما في داعي تاخذي إجازة، ما في داعي تسوي أي شيء. حتى بتروح بين ما توصل من العيادة لشغلها، خلينا نقول السيدة أو حتى لبيتها، حيكون ما في أي شيء. بيقدر التفسير في نفس اليوم، لكن بيستمر لمدة شهرين أسبوعين، بعد شهرين حتى ناخذ نتيجة العظمى. جميل. ومناسبة لكل الحالات، خلينا نقول، يعني حتى لو كانت خلينا نقول حالات ترهل مثلا كبير متقدمة. مناسبة. طبعا إذا كانت حالة ترهل كبيرة ممكن أكثر من جلسة، ممكن يلتقم جلستين بعد شهرين. نعم. مناسبة لكل الحالات، لكن هو إجراء طبي مثل ما تفضلت تحكي، لا يصح إجراءه إلا عند طبيب، لا يصح لأنه ما في عنده أي بريكوشن، بس نفس الوقت لازم يكون الدكتور عنده اختصاص، عنده فكرة إنه كيف يطبق التكنولوجيا حتى يبعد عن أماكن الأعصاب وعن أماكن التوضع العظمي لأنه ممكن تكون مؤلمة. حلو. دكتور، أنت قلت جلسة واحدة 20 دقيقة، طيب بس النتيجة أكيد ما راح تبين بنفس اللحظة، تاخذ مثلا كذا يوم عشان تبدأ تبان؟ حتشوفي بنفس اللحظة تأثير واضح. واضح جدا، بس لكن علميا هو مش تأثير الحقيقي. مش تعرف الكولاجين حياخذ فترة في جزئين منها. اول شيء بناء الكولاجين، هذا بياخذ حوالي شهرين تقريبا. في شيء الهيتنج افكت تبع العضله بتشوفيه فورا، والسويلنج بتشوفيه فورا، فحتلاقي تقلص في العضله واضح بنفس الجلسه. بنعمل احيانا بارت قسم من الوجه وبنخليه نقارب بقسم الوجه حتى المريضه تماما حتى تكون انه منبهره قد ايه المريض. هو عمليا التأثير مش النهائي، بس لكن حتشوف النتيجة خلال من أول يوم، ثاني يوم بيزيد تدريجيا حسب الحالة طبعا. حسب الحالة. طيب دكتور، بتحس هي بشد كمان؟ يعني أنا بعض الأحيان مثلا بعمل رياضة لهذه المنطقة وأنا بتفرج على التلفزيون بتسلى عشان كمان دائما أحافظ على الشد، بس بعض الأحيان أنسى حالي فأطول، وبعدين ثاني يوم اكتشف انه عندي الم فظيع بالعضله لاني تحمست البارح بالرياضه. ولكن يعني بتفيد عن جد، يعني يمكن الناس تبي يسالوا ايش الرياضه، ان هي بتشد على الامام، فبتشد هذه المنطقه كامله. ولكن نفس الشيء ممكن يحسوا بهذا الشد او هذا التقلص، خلينا نقول. بالتاكيد حتحس انه كانه وجهها شادد كانه شاد المنطقه اللي اشتغلنا عليها مشدوده. طبعا احنا بنشتغل من عند الحاجبين مشان نرفع الحاجب بنفس الوقت اذا كان في داعي. نعم. نرفع الحاجب ونشتغل نزولا لمنطقه الرقبه، الجولاين والمنطقه الرقبه. حتحس حسب منطقه من الشغله فيها انه حتحس بشد، كانه نوع من الشد، نوع من التقلص في المنطقه
طبعا لمده نفس اي حد يسوي رياضه فالعضله دائما بتشد. نعم. تماما. بس لكن هذا التاثير البعيد الامد انه مش بس مأثر على العضله، بيعمل كمان تحفيز للكولاجين، فبالتالي هذا بيعمل شد تقريبا شبه لمده على الاقل 4-5 سنوات لقدام. ايضا دكتور يمكن سؤال اخير، موضوع اليدين، احنا نشوف كثير من السيدات ممكن يكون عندهم يعني يدين خلينا نقول فيها بعض الترهل، ممكن هذه التقنيه ايضا تمشي على اليدين؟ في فرق بين اليدين اللي عندهم ترهل في اليدين، هون نستخدم تكنولوجيا ثانيه اسمها ميكرو نيدل راديو فريكونسي، مختلفه تماما عن التكنيك، مشان تعمل شد للمنطقه هي، لانه هون مش العضلات مش عم نحكي عن موضوع في تدخل العضلات. ممكن نشتغلها بس لكن يعني لحالات سيلكتيف، انه اذا كان في عندها وحده ترهل في اليدين، ترهل بسيط في البطن، ممكن تشتغل المنطقه اللي فيها عضلات تماما، المنطقه اللي خلف عضلات، لانه الهايفو تكنولوجي بيروح ل 4.5 ملم، يعني حيتجاوز طبقه الجلد وحيوصل لمرحله العضلات تماما. حيشتغل بنفس الوقت، في عنده هاند بيس حتشتغل على الطبقه السطحيه اكثر من الجلد والطبقه السطحيه اكثر، بس لكن حتى نحن ناخذ افكت حقيقي لازم نوصل للطبقه اللي هي تحت العضله. يعطيك دكتور. طبعا احنا تجاوزنا الوقت معك، بس احنا كثير متحمسين. بس بشكل سريع، كم المده اللي هذه التقنيه تستمر؟ يعني تحتاج وحده بعدين جلسه ثانيه؟ تستمر عمليا الدراسه اللي تستمر تقريبا 3 ل 4 سنوات. حلو. يعني مره كل 3 سنوات خلينا نقول فير انف تعملها. ممتاز، يعطيك الف عافيه.